وزي ما عودناكم من خلال عدسة برنامج مع المحاور، النهاردة بقى التقينا بالقائد الأعلى لقوات الشبان المسلمين، الأستاذة هدى أو أم عمر زي ما كل الناس بتناديها. ازي حضرتك؟ الحمد لله. أهلا بك يا فندم. إحساسك إيه النهاردة وشعورك؟ عليكم حفظت القرآن الكريم، كان التكريم النهارده للأوائل. وحضرتك حضرت يعني وشفت. ما شاء الله تبارك الرحمن، جميل. طيب هل ده بتعملوه بشكل دائم الاحتفالات دي؟ حفظ القرآن بيبقى طول السنة، حتى شهر رمضان احنا شغالين فيه، وتحفيظ بالتجويد وبالتلاوة. ما شاء الله. غير المحو الأمية، غير عندنا حضانة، والحمد لله الحضانة مستواها حلو خالص، ومعانا معلمات وبأجر رمزي، وشغالين شهري وشغالين ثانوي. ده غير طبعا الدروس. احنا مثلا بنحاول يعني مثلا نحارب الغلاء بتاع الأسعار بتاعة الدروس اللي في السناتر. بنحاول ندي حصص أقل يعني بأجر رمزي، ومع مدرسين متخصصين وكبار. لو طفل ضعيف في القراءة، احنا بنقويه اللهم لك الحمد في شهر بس. ما شاء الله، جميل. غير ان احنا في في كورسات نور بيان، في كورسات تنمية بشرية. وطبعا احنا عندنا دروس لجميع المراحل، بأسعار رمزية جميع المراحل اللي عندنا ابتدائي واعدادي وثانوي. وبندي كورسات انجليش في كل المستويات، كل ليفل. احنا شغالين في العمل الخيري اللهم لك الحمد، وعندنا اسر كتيره بنراعيها. وطبعا الاسر دي بتبقى ارامل ومطلقات وذوي همم. ده غير الاطفال الايتام اللي احنا بنعمل لهم حفلات، بنعمل لهم رحلات ترفيهيه مجانيه. ده غير طبعا احنا عندنا طبعا رحلات عمره. واللهم لك الحمد، يعني الإدارة مهتمة، وفعلا ابتدينا فعلا نشتغل على الجمعية. وبشكر مجلس إدارة الجمعية طبعا، شكر خاص ليهم. طبعا واشكر دكتور عصام الدسوقي لبى دعوتنا بحضوره لتكريم حفظة القرآن. وإن شاء الله بإذن الله يستنونا في رمضان مع المحاور، هيبقى فيه مفاجآت كتير. كما ينادي عليك الكثير من هي لقب يعني أم عمر هنا من رواد المكان. وإن شاء الله نعمل عمل نفخر به إن شاء الله أمام الله في رمضان بإذن الله. وانتظرونا في كل ما هو جديد ومختلف من خلال عدسة برنامج مع المحاور. ويلا بينا نشوف الحفلة النهاردة، ويا رب يا رب تنال إعجابكم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جميعا نشكر القائمين على هذا العمل الجليل من هيئة التدريس ورجال الدين على هذا العطاء. ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نقول ربنا سبحانه وتعالى من على هؤلاء بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وقد مددت يدي
الله. كان أبرهة ملكا شريرا يكره الكعبة، بنى أبرهة معبد على هيئة الكعبة، وطلب من الناس أن يذهبوا إليه مثل الكعبة، الله. لكن لم أحد يذهب إلى معبد. غضب أبرهة وجهز جيشا فيه فيل عظيم ليهدم الكعبة، وحينما عجز أهل مكة عن رده تدخلت قدرة الله ببيته أسرة الحرام. عندما وصل أبرهة قرب الكعبة وقفت الفيلة ولم تتحرك، منعها الله من الحركة وأرسل عليهم طيرا مثل الأبابيل وفي أقدامها حجارة من نار جهنم، لذا أصابت الواحد هلك ومات. وقتل الله أبرهة وجيشه وحمى الله الكعبة من الهدم. وفي هذا العام ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإسلام هيعود غريبا كما بدأ غريبا. الإسلام هيدخل كل بيت، وبالكاد إنه ممكن يكون النهارده في كل بيت مسلم أو كافر، من خلال الإنترنت، من خلال السوشيال ميديا عموما، من خلال التكنولوجيا، سواء التلفاز أو الراديو أو كل المستحدثات دي كلها. من علامات الساعة هيرفع القرآن من الأرض، وهيرفع الحياء من النساء. من ضمن علامات الساعة نسأل الله السلامة، نسأل الله أن لا نكون في هذه الأوقات، لأن القيامة مش هتقوم غير على أشر الخلق. نزرع فيه القيم، نزرع فيه القرآن، نزرع فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزرع فيهم حلال وحرام. مخلوقين عباد لله سبحانه وتعالى. الحرية دي للي هم عايزين ينشروا الفساد في الأرض، اللي عايزين ينشروا الإيه؟ الفساد مش أكتر. لكن ديننا الحرية اللي فيه بتقول لك كده تنتهي حريتك عند حدود حرية الآخرين. فأنت مفيش حاجة اسمها حرية، يعني مفيش واحدة تمشي عريانة في الشارع ويقول لك غض بصرك. مش واحد يبقى أصلا هو متحرش ويقول لك لا أصل النساء مش عارف إيه، ده غلط وده غلط، الاثنين غلط. احنا ما بنقولش إن في واحد صح، الاثنين غلط. طب الاثنين غلط علاجهم إيه؟ الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بس دي الفايدة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. رجعت لربنا هتوصل، يعني رجعت لربنا خلاص. فهو ده دي البيزنس. طبعا نسأل الله ذلك يا رب، نسأل الله الثبات على الحق. كم من عزيز قد أذل، وكم من ذليل قد أعز، فكم وكم ولم يصف وصف خل وهل وشع وبع فضرا كذب به أجل. بشر الرجال وذي عقل سيروجلا في معتقل. يا من تصف حادث وقع، صف بالحياد ولا تقع. وسط الضلال المصطنع به بشرا ليسوا بشر، بل هم شيطان المجتمع. أحلى حاجة فينا الكلام، بس الكلام طرح الألام، خلى الدموع تملى العيون من طفل ذنبه إنه يكون أبوه راجل من الرجال، طلع يواجه الاحتلال قتلوه ومات، بس بشرف. مش زينا احنا الجرف قاعدين بنهري في الكلام. طب يلا نعمل زيهم ونبقى زي دول رجال. أشع من شعشع، بل شعشعوه بشعشعة. هل من حقيقة لاشعة؟ اعلى من فاسق فسق، بل الحقيقة أنه الآن سقط من أعين. رأت الحقيقة بينة، ترى الحوادث تندرج تحت النظر. كل يوم وبعد يوم يأتي خبر، فكم من عزيز قد أذل، وكم من ذليل قد أعز. الفرحة اللي فيا إن أنا شايفة إن الجمعية طبعا اتشرفت بيكم وبحفظكم، وإن إحنا أمين لوالديكم، وربنا يحفظكم لوالديكم يا رب. وبشكر المعلمة أو الشيخة ميادة، وبشكر شيخنا الشيخ إبراهيم على جهدكم وحفظكم وإصراركم على الحضور، وإنكم ما بتتغيبوش أبدا، ومهما كنتوا تعبانين وكنتوا في امتحانات بتيجوا، وحتى لو كنتوا مش حافظين كويس بتيجوا. أهم حاجة بتاخدوا بركة الحركة وبتاخدكم عليا بالدنيا كلها. وبتمنى ووصيتي ليكم إنكم تمسكوا الكتاب بقوة، تأخذوه بقوة، وما تتركوش الكتاب أبدا حتى لو كنا
هتيجي يوم المحشر هتكون انت وباباك ومامتك، انتوا الثلاثه بس منورين ما بين كل الامم، من اول سيدنا ادم لحد امتنا احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم. هنكون انتوا الثلاثه بس منورين، وتلبس بابا وماما تاج اسمه تاج الوقار، نوره احلى من نور الشمس. اللهم بارك. اللهم عايز اقول لكل الناس اللي بتتابع برنامج مع المحاور استنوني في كل ما هو جديد ومختلف من خلال عدسة برنامج مع المحاور. كان معكم عصام الدسوقي من جمعية الشبان المسلمين. دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.